أول ما تزوجت قدمت طلب نقل من شغلي اللي كنت فيه وقتها، وطلبت إنهم ينقلوني فرع قريب المكان سكني الجديد، ولكن المدير رفض حتى يرفع طلب نقلي. وعارفة إن ما بيشكرش في نفسه إلا إبليس، ولكنه قال لي أنا محتاج مجهودك في الشغل. وفضل يسوف لحد لما عرف إني بقيت حامل، وكان حملي صعب جدا وقتها، لحد لما اتفاجئت بيه في يوم بيقول لي إنه طلع قرار بنقلي. أنا اتصدمت لأني كنت تعبانة جدا. أنا كنت بطلب إنهم ينقلوني وأنا كويسة، لأنه طبيعي اللي هيشيلني وأنا تعبانة لازم يكونوا شافوا مني شغل وشافوني وأنا كويسة قبلها. طلبت إنه يأجل القرار ده فترة، لأني مش هقدر إن أنا أروح فرع جديد أقول لهم أنا تعبانة ومحتاجة أجازة، ولكنه رفض رفض تام وقال لي إن الشغل في الفرع ده محتاج حد يقدر يلتزم وتكون صحته أفضل. ورأفة بحالي قال لي أنا كلمتهم ينقلوكي فرع جنب بيتك. لو أحكي لكم قد إيه الدنيا سودت في وشي وقد إيه حسيت إني مش هكمل ومدى الخنقة اللي كنت فيها وقتها. ولكن رفيقي في الفترة دي كانت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. رحت الفرع الجديد وزي ما توقعت الناس بطبيعة الحال ما تقبلوش أول ما أروح أنا تعبانة، وفي منهم كمان حاول يفصلني لحد ما يأذن الله عز وجل أن يرق قلبهم لي وتقف جميع السبل إلى أن أضع حملي. ولكن كل ده عادي، اللي مش عادي وبقف متعجبة أمام قدرة الله عز وجل. لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. إن الناس اللي أنا كنت خايفة أكون وسطهم بقوا هم ونسي في مدينة بعيد عن أهلي، لدرجة لما كنت ببقى في رمضان يلاقوني بفطر لوحدي يخلوني أروح أفطر معاهم. كانوا هم أهلي وناسي في مكان ماليش فيه غيرهم. اللي عاوز أقوله إن مهما أنت شفت إن القرار دوت ممكن يخرب حياتك، لن يصيبك إلا ما قد كتبه الله عليك. وأي حاجة وحشة تحصل لكم افتكروا دايما لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. بس كده فلوج النهاردة كان شوبينج في كارفور وشوية تنظيفات عميقة، والغدا كان مكرونة باللحمة المفرومة. متنسوش تقولولي ايه المواقف اللي عدت عليكم حسيتوا ان الدنيا اسودت في وشكم وبعد كده اكتشفتوا ان هي النجاة. واشوفكم في فيديو جديد وباي باي. أول ما تزوجت قدمت طلب نقل من شغلي اللي كنت فيه وقتها، وطلبت إنهم ينقلوني فرع قريب المكان سكني الجديد، ولكن المدير رفض حتى يرفع طلب نقلي. وعارفة إن ما بيشكرش في نفسه إلا إبليس، ولكنه قال لي أنا محتاج مجهودك في الشغل. وفضل يسوف لحد لما عرف إني بقيت حامل، وكان حملي صعب جدا وقتها، لحد لما اتفاجئت بيه في يوم بيقول لي إنه طلع قرار بنقلي. أنا اتصدمت لأني كنت تعبانة جدا. أنا كنت بطلب إنهم ينقلوني وأنا كويسة، لأنه طبيعي اللي هيشيلني وأنا تعبانة لازم يكونوا شافوا مني شغل وشافوني وأنا كويسة قبلها. طلبت إنه يأجل القرار ده فترة، لأني مش هقدر إن أنا أروح فرع جديد أقول لهم أنا تعبانة ومحتاجة أجازة، ولكنه رفض رفض تام وقال لي إن الشغل في الفرع ده محتاج حد يقدر يلتزم وتكون صحته أفضل. ورأفة بحالي قال لي أنا كلمتهم ينقلوكي فرع جنب بيتك. لو أحكي لكم قد إيه الدنيا سودت في وشي وقد إيه حسيت إني مش هكمل ومدى الخنقة اللي كنت فيها وقتها. ولكن رفيقي في الفترة دي كانت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. رحت الفرع الجديد وزي ما توقعت الناس بطبيعة الحال ما تقبلوش أول ما أروح أنا تعبانة، وفي منهم كمان حاول يفصلني لحد ما يأذن الله عز وجل أن يرق قلبهم لي وتقف جميع السبل إلى أن أضع حملي. ولكن كل ده عادي، اللي مش عادي وبقف متعجبة أمام قدرة الله عز وجل. لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. إن الناس اللي أنا كنت خايفة أكون وسطهم بقوا هم ونسي في مدينة بعيد عن أهلي، لدرجة لما كنت ببقى في رمضان يلاقوني بفطر لوحدي يخلوني أروح أفطر معاهم. كانوا هم أهلي وناسي في مكان ماليش فيه غيرهم. اللي عاوز أقوله إن مهما أنت شفت إن القرار دوت ممكن يخرب حياتك، لن يصيبك إلا ما قد كتبه الله عليك. وأي حاجة وحشة تحصل لكم افتكروا دايما لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. بس كده فلوج النهاردة كان شوبينج في كارفور وشوية تنظيفات عميقة، والغدا كان مكرونة باللحمة المفرومة. متنسوش تقولولي ايه المواقف اللي عدت عليكم حسيتوا ان الدنيا اسودت في وشكم وبعد كده اكتشفتوا ان هي النجاة. واشوفكم في فيديو جديد وباي باي.